احلى كوب كيك هتعملوها، اسهل كوب كيك هتعملوها، مش هتاخد منكم في التحضير 8 دقايق 10 دقايق بالكتير، وفي الفرن تلت ساعة، يعني نص ساعة وهيكون عندك احلى كوب كيك مع الفطار بقى مع الشاي. يعني يلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. انا بعمل المقادير اللي موجودة على العلبة. خلاص، فاحنا بنحط 3/4 كوباية لبن، و3/4 كوباية زيت، وعندنا بيضة. وبعدين هنمسكهم ونخلطهم كويس جدا قبل ما نقلي. بصوا انا بعملهم بايدي، ما بعملش بالمضرب ولا بتاع، مفيش طاقة. الحمد لله ان احنا اساسا بنعمل حاجة حلوة. مفيش طاقة خلاص. خلاص. طيب، ده الباودر جاهز. بجيبه من ماي واي، ساعات كمان بجيبه من دريم، بس دريم بقى غالي قوي دلوقتي. ممكن عادي نعمله في البيت، مش محتاجين خالص ان احنا يكون عندنا الحاجة بتاعته. هنعمله مرة في البيت برضو من غير حاجة، بس زي ما قلت لكم انا بدور على الحاجة السهلة يعني. ادعولي كده ربنا يقومني بالسلامة يعني. فاللي هو بسرعة يعني يعني نقف شوية كده في المطبخ مش كتير. بصوا هي تحفة على فكرة، اساسا الشوكولاتة بتاعتهم حلوة جدا، وبصراحة بتاعت دريم برضو حلوة جدا. يعني الشوكولاتة بتاعت ماي واي ريحتها قوية جدا، وريحة الشوكولاتة بتاعت دريم برضو حلوة، وشوكولاتة دريم اغمق كمان شوية من دي. خلاص كده الفل. الحمد لله، احنا في الصيف اساسا الشوكولاتة بهدلت الدنيا، مش مشكلة. بعدين عندي بتاعة الكب كيك، الصواني الفاتحة احسن حاجة بجد بجد يا بنات. الصواني الفاتحة احسن حاجة في تسوية الكيك، يعني تحفة. وعشان ما تلزقش ونتأكد انها مش هتلزق، فاحنا هنحط لها بتوع الكب كيك دول رخاص جدا اصلا يعني. وهنجيب معلقة نفضي في بتاعة الكب كيك كده. هنفضيها كلها، وبعدين عشان بس ما تزهقوش انتوا، وبعدين هنحط لها دي تيجي معاها برضو. دي شوكليت شيبس اهي، شوكليت شيبس. خلاص، بصوا بقى انا بعمل ايه. ما بحطش الشوكليت شيبس فوق الوش. طب بعمل ايه عشان تديكي بقى طعم شوكولاته قوي جدا؟ فاحنا هنحط حبه الشوكليت شيبس كده، و هنحط عليهم حاجه صغيره خالص كده كاننا بنغطيهم بدي. ده هيخلي الشوكليت شيبس تبقى سايحه من جوه، تحسي انك بتاكلي فيها شوكولاته من جوه كده. انت مش حاطه شوكولاته ولا حاجه، ده مجرد شوكليت شيبس هي جايه معاها اصلا. خلاص. لا، طب لو سيبناها من فوق هتبقى حلوه برضو، بس مش هتبقى سايحه قوي زي التانية. فانا هحطها كلها في الصينيه دلوقتي واوريها لكم بعد ما احطها. انا كده خلصت صينيه الكب كيك بتاعتي كلها. هحطها بقى في الفرن على من حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة، مسيبهاش اكتر من كده علشان تبقى جوسي يعني وحلوة. احنا ما بنحبش الكيك يبقى ناشف من جوه،
خلاص. وبنحطها على درجة حرارة 170 لو انتي فرنك عالي، لو فرنك مش عالي هتحطيها على 180. خلاص، تلت ساعة وهنبص عليها. بتحبي السوا ده تمام، بتحبيها مستوية قوي من جوه، فهتستني من 25 ل 28 دقيقة، ممكن توصلي لنص ساعة على حسب انتي بتحبيها ازاي. هدخلها الفرن دلوقتي وهوريها لكم لما تطلع ان شاء الله كمان تلت ساعة. ودي الكب كيك بتاعتي طلعت اهي. بصوا عامله ازاي من جوه، بصوا الشوكولاته بتاعتها، وبصوا سايحه ازاي. انا سبتها زي ما قلت لكم اقل من تلت ساعه كمان في الفرن، لان احنا بنحبها من جوه مش ماسكه نفسها. وبصوا الشوكولاته بقى اللي احنا حطيناها جوه، شايفين عامله ازاي. الف هنا عليكم، جربوها وهتعجبكم جدا.